أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يا رب إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه. يا رب إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه. يا رب أتيتك بما تبقى مني فأعني يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب إن لنا أفئدة متعلقة بك متوكلة عليك سائرة في الطريق إليك، فافتح اللهم لنا أبواب رحمتك ومغفرتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف. يا رب أنزل البركة في حياتنا والطمأنينة والسكينة في بيوتنا. يا رب اجعل لنا نصيب كبير من القبول وإجابة الدعاء. يا مجيب السائلين حملت ذنبي، يا مجيب السائلين حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك. دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا. دعاك يا رب اغفر لنا ولفقيدنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولكل من قال لا إله إلا الله. أخوة الإيمان والإسلام من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب عموم عائلات عتيبة، تكريما للراحل الكريم والمربي الفاضل الحاج خليل عتيبة، وبلسان حاله أقول سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. لقد فقدت عموم عائلات عتيبة مصباحا مضيئا وشمسا مشرقة في مجالس الخير والصلح بين الناس. رحم الله عم الخليل عتيبة رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. تعالوا بنا أخوة الإيمان والإسلام عبر أسير موجات إذاعة القرآن الكريم لعميد مؤسسي مخازن الصوتيات بمحافظتي الدقهلية والشرقية الحاج جمعة رواش، إدارة المهندس منصور جمعة رواش، ومن داخل الشركة العامة لأعمال الفراشة واللؤلؤة بالسرادقات والإنارة للأخوة الأصدقاء بترعة الصعيدي، نلتف سويا حول مأدبة القرآن. ومع ذلكم العلم صاحب الصوت الذي يأسر القلوب ويحلقه المستمعين في سماء الجمال والجلال القرآني، القارئ الذي تشرف به العزاءات ويعتمد عليه أصحاب العزاء ليشرفهم في ليلتهم. ذلكم العلم والتاريخ القرآني الكبير، فخر قراء محافظة الشرقية، علم مركز ومدينة أبو كبير، فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الرحمن خضر، أدعوه إلى
منصة التلاوة الآن، وأوصي نفسي وحضراتكم بما وصانا به ربنا في القرآن الكريم حين قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم حق جاهه ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف
قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقال الملك ائتوني به فلما فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء.
قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش قلنا حاش لله ما علمنا عليه من وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخره بالغيب وأن الله لا يهدي كيد وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم
كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ولأجر الآخرة خير ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما
فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا فلما رجعوا
فأرسل معنا أخانا نبتل وإنا له لحافظون. قال بل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا قل هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير فالله خير وهو أرحم الراحمين. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير
قالوا يا أبانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير
لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله وما إن
توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه: علموا أولادكم حب نبيكم وحب آل البيت وحب القرآن. وصدق من قال: لا شيء في الدنيا يعدل إيماني بقرآني، فقد أحيا به الله الدنيا وأحياني بشغف يلامس الأفئدة والقلوب. استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة العطرة، وقد تلا ذلكم العلم القارئ المؤدب والمحبوب فضيلة القارئ الشيخ محمد
عبد الرحمن خضر القارئ والمقيم بمركز ومدينة ابو كبير محافظة الشرقية، تحت مظلة صوتية لعميد صوتيات محافظتي البقالية والشرقية الحاج جمعة رواش، ادارة المهندس منصور جمعة رواش، ومن داخل الشركة العامة لأعمال الفراشة ولؤلؤة السرادقات والإنارة للأخوة الأصدقاء بترعة الصعيدي، قام بواجب الضيافة على أكمل وجه رجل الخدمات الأول كابتن محمد شطا، قام بتصوير هذه الليلة المباركة مهندس حسن سويلم. سعدت بلقاء حضراتكم الشيخ وحيد جبر اخي المعز الكريم باسم عموم عائلات عتيبة، عنهم ابناء الراحل الكرام الحاج حمادة خليل والحاج احمد خليل والحاج محمد خليل والاستاذ منعم والاستاذ السيد والاستاذ حلاوة خليل عتيبة، وباسماء اشقاء الراحل الكرام الحاج محمد خليل عتيبة، وباسم ابناء عمومتهم الحاج هيثم احمد خليل واخوته والاستاذ احمد السيد خليل واخوته والاستاذ محمد منعم خليل باسمائهم وباسماء ابناء عمومتهم الكرام. اتقدم لحضراتكم باسمى ايات الشكر على مشاركتكم لنا في هذا العزاء، والى ان نلتقي بعد صلاة العشاء. السلام عليكم ورحمة الله.